بعد ما قضيت عمرك كله شقه من شغلانه لشغلانه ومن مشروع لمشروع ومن جيزه لجيزه وعمال يتخصم لك وتصحى كل يوم 5 الفجر تجري 17 كيلو وتاخد دش ساقع عشان تنجح في حياتك، بس بعد ما انت نجحت وحققت الفلوس اللي انت نفسك تحققها مبروك، انت وصلت ل1% من ثروة نجيب ساويرس، وصلت ل1% من نجاح الفنان كرم مشاكل، وصلت ل1% من اهميتك في البلد بالنسبة لباشا البلد. يعني انت اصلا يعتبر ما نجحتش، انت يا ابني انت حصلت المجتمع، انت لا شيء، انت ولا حاجة في الدنيا وما حققتش اي حاجة، وعمرك ده كله انت ضيعته كده وخلاص، بعزاء ضيعته كده وخلاص. مع كرف البشر للتلفزيونات واتجاههم للسوشيال ميديا، فكل يا باشا الناس بقت معاها عده لمس دلوقتي وفيها كاميرا، فكله عايز يطلع يتكلم ويحكي وانا عملت وسويت، وزي حالاتي كده، يعني زي كده انا بالظبط، انا براحتي فاهم، العده بتاعتي انا اللي بدفع اقساطها وبراحتي. بس زي ما قلت قبل كده معظم الناس بتسعى للاتنشن، يعني الناس كلها عايزه اهتمام، حتى انا يعني انا عندي نقص حنان ونقص اهتمام ونقص شغف، عندي الثلاثه. فعشان الناس كلها بتسعى للاتنشن، فايه اكتر حاجه منتشره اليومين دول ان هي تلفت انتباه الناس بعد باشا البلد طبعا؟ برافو عليك، قصص النجاح. يعني الناس كلها بتحب تسمع قصص النجاح عشان تلهم وعشان تتحفز ان هي تنجح في حياتها. وانا بصراحه بحب اسمي قصص النجاح بتاعت اليومين دول النجاح المغلف. يعني تحس ان انت مثلا دخلت سوبر ماركت اكنك داخل تجيب 2 سنيكرز كده، انا عايز يا باشا 2 قصه نجاح، فاهم؟ انت ما تعرفش مصدرهم ايه، ما تعرفش هم جم ازاي، ما تعرفش يعني قصص نجاح مين، بس انت هتاخدهم وتنسبهم لنفسك، فاهم؟ المشكله هنا يعني في مشكله صغيره تقريبا، الناس مش عارف، انا مش عارف ازاي انا بحس ان انا بتكلم في بديهيات، ورغم كده بحس ان الناس كلها مش عارفه البديهيات. يعني دي بيسكس، اساسيات. مشكله صغنونه قد كده ان معايير النجاح اصلا مش زي بعض، معايير النجاح مختلفه. يعني معيار النجاح بالنسبه لمحمد رمضان غير بالنسبه لك، غير بالنسبه لشبيه محمد رمضان. يعني شبيه محمد رمضان مثلا لو طلع في دور مع محمد رمضان هو يعتبر كده نفسه ناجح، غير معيار عم احمد نور الدين للنجاح. يعني عم احمد نور الدين لو جاله في وراك فراخ بالبصل الاحمر هو كده نجح في الحياه، وكده مش عايز اصلا حاجه تانية من الحياه، فاهم؟ يعني انا برضو، يعني انا لو دخلت البيت مثلا كده ولقيت حد بيقول لي باشا البلد الحاج ابراهيم سيمب، خلاص انا كده نجح. او لو ابويا اقتنع ان انا مش وعادي، انا ممكن ابقى راجل عادي واشيل مسؤوليه، يعني انا بالنسبه لي كده نجاح، يعني انا كده اصلا حققت، يعني ممكن اموت بعديها عادي ما تفرقليش حاجه. يعني لو جه اليوم كده وابويا اقتنع ان انا مش عيل عادي وممكن اشتغل واشيل اسره واتجوز وبتاع، انا خلاص مش عايز، انا زهقت الدنيا كده خلاص، فاهم؟ بس ابويا دي الحاجه اللي عمرها ما هتحصل، عشان كده هفضل عايش. بس هل ينفع انا احكي للناس ان دي قصه نجاح، ان ابويا اقتنع ان انا مش انا كده بقيت ناجح؟ دي قصه ينفع اطلع احكيها؟ ينفع اطلع احكيها طبعا. يعني هم بالله عليك اللي طلعوا حكوا احسن مني في ايه؟ يعني في ايه يعني في ايه مثير في القصه بتاعتهم على الاقل القصه بتاعتي فيها حماس وبتخلص بسرعه وقصه حقيقيه، الناس كلها بتمر بالازمه الوجوديه دي. ومش يعني مش عارف يعني ليه الناس دلوقتي ان بالنسبه لها النجاح ان انت معاك كام في البنك كده نجاح. يعني انا لو غني هطلع اقول ان انا غني فشخ، بس انا جبت الفلوس دي ازاي؟ يعني انت فاهم النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان دي مش فلوس بابي انا وارثها، فاهم؟ ولا انا شغال في الاثار، ولا انا شغال في المخدرات، فاهم؟ الفلوس دي ما جاتش سهله كده ينفع احكي قصه نجاح. انما الفلوس دي جت سهله، احكي ايه ولا هقول ايه؟ هي دي المشكله بجد، ان انت بتجيب واحد ما عندوش، يعني هو ما عندوش قصة نجاح، هو ما عندوش، ما فيش أحداث حصلت في حياته إن هو يوصل للمستوى اللي هو فيه، فاهم؟ هو بادئ فوق، هو بادئ كبير، فاهم؟ في ناس بادئة كبيرة كده، هو بادئ كبير، هو ما عندوش قصة هو لسه يحكيها. فأنت حطيته قدام الأمر الواقع وجبت له مايك وجبت له كاميرا وتقول له افتي قول يا باشا. الحمد لله أنا أول مصري ومن أوائل الناس في الشرق الأوسط الناس بتاخد سكرين فيديو لللايف بتاعه وبيرفعوه عندهم على صفحاتهم. فهو اكيد مش هيطلع نفسه وحش، فاهم؟ لا هيطلع يا باشا ويحكي ويقول انا شقيت. هي المشكله يعني فينا اولا، يعني المشكله في البشر عموما، دي مشكله، دي كده مشكله اي حاجه في الدنيا في البشر، يعني كده لان احنا اصلا منبع كل المشاكل. بتهيألي الحياه لو ما فيهاش بشر هتمشي كويسه وهتبقى عسل على سكر والدنيا جميله، فاهم؟ احنا مشكله. تاني حاجه الناس اللي انت بتنقيهم، يعني دول انت بتجيب الناس دي منين؟ انا ما اعرفش الناس دي بتيجي منين بجد. فهو المشكله ان الناس اللي بتطلع تتكلم دي يعني بتبقى واخده الريفرنس من ناس ناجحه حقيقي،
حقيقي بجد، يعني هم متفرجين على الناس حقيقيه زمان، فهم واخدين الريفرنس منهم فاهم. فهو مش هيطلع يقول لكم الحقيقه اللي هو بيروح عند بوبي الساعه 9 الصبح يمدي حضور ويمشي الساعه 10 ويقبض $30,000. لا، هيقول لك يا باشا انا جايبها من تحت قوي يا باشا، انا اتربيت في الشارع. يعني ايه الميزه بجد؟ يعني ايه الميزه ان انت تبقى اتربيت في دي حاجه بنت 60 كلب، حاجه بنت 60 ان انت تبقى اتربيت في الشارع. انت كده اصلا مش متربي، انت كده يعني ربنا يعين بجد الناس اللي هي بجد اتربت في الشارع، لان دي حاجه صعبه فشخ ان انت مفيش بيت يلمك فاهم. فايه السكسي، ايه المثير في انك اتربيت في الشارع؟ ايه يعني المشكله ان في ناس بتبقى كده بجد، يعني في ناس اول لما يقول انا اتربيت في الشارع او ده شكله ناجح ولا ايه الواد ده. في ناس كده بجد. فكرني بالمسلسل او الفيلم بتاع علي لوكا ده، لما كان بيتكلم بيقول له بابي انت فاكرني مولود وفي بقي معلقه دهب ولا ايه؟ قال له انت كنت بتاكل السيريلاك بالمعلقه الدهب. قال له بس انا متربي في الشارع وسط قال له انا عشان سبتك تلعب بالعجله شويه تحت الكومباوند بتاعنا يبقى انت كده متربي وسط الناس. متربي في الشارع. ضحكت الاغنيه دي. نفسي بجد اوصل لليوم اللي انا هضحك فيه الضحكه. هوصل، خلي بالكم يعني انتوا، انا هوصل لليوم اللي هضحك فيه الضحكه دي وهحكي لكم قصه نجاح. قصه نجاح ان شاء الله تبقى حقيقيه، لان انا ما عنديش مشكله اسمع قصه نجاح قصيره بس تبقى حقيقيه. يعني انت لو حكيت لي مثلا انك قعدت تلف 2 hours ساعتين على انك تلاقي باكو بسكوت نواعم سليم ولقيته، دي قصه نجاح. بس دي برضو مش حقيقيه، لان مفيش في الدنيا باكو بسكوت نواعم البسكوت اللي فيه كله سليم. زي برضو الشباب بتوع تيك توك اللي هم شاكر ومداهم والشباب الجامده فشخ دي، او ماي جاد، دول دلوقتي الريفرنس بتاع النجاح. دول ايه القدوات، دول القدوه. يعني شاكر ده القدوه دلوقتي اللي باقي الشباب ده بجد على فكره. وحاجه يعني دي حاجه حقيقيه ان شاكر قدوه للشباب اللي طالعه جديد. ان انا بلاقي اي حد فاتح لايف اقول له انت بتفتح، يقول لي يا عم انا ممكن في يوم ابقى زي شاكر. المليون بالنسبة له ولا حاجة، بيركب أحدث عربيات ونقل من أسوان لمدينتي، وعنده في كل بنك حساب. انت متخيل شاكر بقى شاكر عشان بيفتح لايفات على تيك توك؟ الوضع محزن فشخ، محزن قوي قوي بجد. لان انا شفت لقطة لفيديو وهم بيتكلموا على الجولات اكنها بيقول لها انا بدخل جولة مع ام احمد وام احمد عندها قاعدة جماهيرية كبيرة. اوه ماي جاد يا ام احمد، اوه يا رب يا رب. المهم ان انا حبيت اقول لك في اخر الحلقه دي اعتبر كده خلصت، ان كل واحد عنده معيار للنجاح فاهم. يعني انا نفسي ابقى ايه، يعني انا بالنسبه لي لو جبت عربيه شيفورلي كابريس من جيل 85 فابريكا دواخل، خلاص انا كده مش عايز حاجه تاني من الدنيا فاهم. طقم جنود سبور تربو، خلصت الشغلانه، تتسقط على الارض يا باشا. شيفورلي كابريس 8 سلندر وخلصت الشغلانه. بس يكون معايا يعني ان انا ادفع السنويه بتاعتها في المرور. بس انا كده مش يعني خلاص كل واحد عنده في اللي عايز يفتح باترينة كبده، في اللي مش عارف نفسه يفتح لايفات على تيك توك، فسيب الناس تنجح زي ما هي عايزه. بس الناس اللي بتطلع تحكي قصه نجاحها يا ريت تفهموا ان ده معيارك غير معياري غير معيار عم احمد بتاع السمك نفسه يعمل مزرعه سمكيه كبيره فاهم. واخر حاجه حابب اقولها ان مش عيب تكون اتولدت وفي بقك معلقه دهب، العيب انك تكون وتنكر انك اتولدت في بقك معلقه دهب. يلا السلام عليكم. انتظام ما بعده انتظام. سلام.